بيرقص وبيقعوا هما الاتنين من على السلالم، وبيفضل بو يتنطط زي فردة الكاوتش لحد ما بتطير منه المخطوطة للوادي. فبيروح بسرعة يغطيها بالأطباق، وتاي لونج ما بيكونش عارف مكانها، فبيروح يضرب بو يرميه بعيد علشان يقدر ياخد المخطوطة. وأخيرا بو بيشغل دماغه وبيقرر إن هو يستعمل الألعاب النارية علشان يوصل للمخطوطة قبل تاي لونج. قبل ما يحتفل بقى ويفرح وبتاع، بيلاقي نفسه لبس في حيطة والمخطوطة طارت منه فوق سطح بيت، فبيبدأ يتسلق الجدار علشان ياخدها، بس بيجي تاي لونج من وراه يخبط الجدار خبطة قوية ويوقعه على الأرض زي الرماد، وبتطير المخطوطة لبعيد. وبو بيلاقي نفسه بيطير هو كمان وبياخد المخطوطة، بس تاي لونج يسيبه في حاله؟ أكيد لأ يعني، ويضربه وأخيرا ياخد منه المخطوطة. ولما بيلاقيها فاضية بيتعصب وبيرجع يضرب في بو تاني. ان انا عايز اعرف الراجل يعمل لك ايه دلوقتي؟ اداك المخطوطه تضربه، ما خدتاش منه تضربه. وفي لحظه شجاعه كده بو بيقدر يضرب تاي لونج، وبيتفاجئ وقتها ان هو قدر يعمل كده عادي. وقتها تاي لونج بيتضايق جدا ان هو اتضرب وتهان من باندا زي ده، ولكن بو بيقدر يضربه تاني وبيستعمل الدهون اللي عنده استعمال غريب جدا، وهي امتصاص